السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ الدنيا يا جماعة ضلمة زي ما انتم شايفين. انا لسه داخل حالا على الفراخ اهو. استنوا بقى مولع النور كده وبعد كده نتكلم نبتدي الفيديو بتاعنا ان شاء الله. كنت سايب الدنيا ضلمة لحد دلوقتي لان زي ما انتم شايفين بصوا على الفراخ بتاعتنا عاملة ازاي. الفراخ بتلحلح لان درجة الحرارة النهاردة كانت عاملة 40 درجة. طبعا في درجة حرارة زي دي ما ينفعش بأي شكل من الأشكال إن أنا أسيب العلف قدام الفراخ طول النهار. لازم أشيل العلف أجي من الظهر لحد دلوقتي. بص الساعة حاليا 8 بالليل أهي، لسه ما نزلتش العلف لحد دلوقتي. أنا سايب الفراخ قدامكم زي ما أنتم شايفين بتلحلح، مفيش قدامها غير المية، والمية اللي قدامها دي بتتغير طول النهار. طول النهار بغير المية من قدام الفراخ أكتر من مرة، وعشان كده كنت سايب النور مطفي عشان جسم الفراخ يهدى شوية. درجة الحرارة النهاردة طول النهار 40 درجة مئوية. طبعا 40 درجة دي حاجة صعبة جدا جدا، الله المستعان، حاجة لا تطاق يعني. ومع درجة الحرارة كان فيه رطوبة عالية. فرخ النهاردة اللي قدامكم ده عمره 12 يوم، رغم ان عمره 12 يوم الفراخ بتلحلح. فلما يجي لي حد ويقول لي انا عندي كتكوت عمر 5 ايام او 7 ايام، انا بولع له النور بالنهار ولا اعمل ايه؟ بقول لك لا، ما ينفعش تولع النور بالنهار، وخصوصا لو لمبه حمراء. الا لو كان المكان عندك ضلمه ممكن اولع لمبات بيضه بس للاضاءه، لمبات بيضه زي اللي احنا مولعينها فوق دي، لمبه بيضه ايه بس للاضاءه. ده لو المكان ضلمه بالنهار، لكن لو الفراخ شايفه بالنهار يبقى ما ينفعش ان احنا نولع النور خالص بالنهار. طول النهار زي ما قلت لكم انا شايل العلافات زي ما انتم شايفين اهي. دي العلافات شايلها من قدام الفراخ. مفيش حاجه اسمها اكل يتحط قدام الفراخ نهائي. بص الفراخ عامله ازاي. الفراخ يا جماعه نايمه وبتلحلح مش قادره تتحرك. ما ينفعش ان انا اكل الفراخ دي. طول النهار بنغير الميه بميه ساقعه بس، لان زي ما قلت لكم من بدايه الدوره انا هعمل الدوره دي تقريبا ان شاء الله يوم بيوم، او على الاقل كل يومين هنزل فيديو نتعلم مع بعض، نعرف مع بعض ايه الحاجات اللي احنا بنعملها. الفرخ ده بصوا مش قادر يمشي من الحر بسبب حراره الجو الزياده. الفرخ بيتحرك وينام مكانه تاني مش قادر يمشي. فاحنا لازم ان احنا نتعلم مع بعض ايه اللي ممكن نعمله مع اي ازمه ممكن تحصل لنا طول الدوره. يوم زي النهارده درجه الحراره كانت عامله 43 واقل حاجه 40 طول النهار، مع ان كمان في رطوبه عاليه، مفيش نسمه هواء نهائي. الفراخ دي رغم ان هي كتاكيت، هي لسه 12 يوم صغيره، ما تستحملش الفراخ دي تموت معايا. وما شاء الله اصلا الفرخ الاوزان جايه معانا تمام. فلما يكون الفرخ عندك جاي والفرخ شكله حلو واوزانه كويسه جدا، حافظ عليه بقى، حافظ على الفرخ، ما تسيبش الفراخ تتبهدل معاك. مفيش فيها اي مشكله ان هم يقعدوا جعانين طول النهار، لكن لو اكلوا الفراخ دي انا باكد لك اهو مليون في الميه هتدخل تلاقي عندك نافق في المكان. يعني ايه نافق؟ يعني هتدخل تلاقي فراخ ميتة وكتير، مش حاجة بسيطة. ربنا يعافينا المشاكل اللي كانت حاصلة مع المزارع السنة اللي فاتت، واللي هي أصلا سبب الأزمة لحد النهاردة. لحد النهاردة الفراخ الكيلو فيها غالي، عامله بتاع 95 جنيه، والكتاكيت برضه غالية. سبب الأزمة اللي احنا بقالك سنة أو سنتين فيها بسبب الحرارة أو تغيرات الجو اللي بقت مش طبيعية على مستوى مصر كلها بقالنا سنتين ثلاثة. دايما في موجة حر، دايما في رطوبة عالية، فده بيعمل نافق كبير جدا في المزارع، فيأثر معاك بعد كده ان دايما تلاقي الفراخ غالية والكتاكيت غالية تمام. لازم ناخد بالنا من الطيور بتاعتنا، نعرف احنا هنمشي معاها ازاي. هبتدي بقى دلوقتي ان شاء الله انزل العلف بتاعنا ده للفراخ، وهقول لكم احنا عملنا ايه طول النهار، مشينا مع الفراخ ازاي، بنحط علاج ايه. قلنا يا جماعة ان الفراخ اللي قدامكم دي عمرها النهارده 12 يوم. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الاوزان فوق الممتازه، يعني ربنا يبارك، الاوزان كويسه جدا جدا، وداخله على نص كيلو عمر النهارده 12 يوم. بس بقى يعني سبحان الله درجه الحراره النهارده كانت معديه ال 40 43 طول النهار النهارده. لما يجي عليك وقت تلاقي درجه الحراره علت بالطريقه دي، درجه الحراره عاليه جدا زياده عن اللزوم، الفراخ مش قادره تتنفس والفراخ بتلحلح، يبقى لازم نشيل العلف من قدام الفراخ من قبل الظهر لبعد. امتى بقى؟ لبعد العصر. ده لو كان درجة الحرارة معقولة إلى حد ما، لو الجو صرف، لو بقى فيه هواء أو في رطوبة بعد العصر تمام. طب لو لقيت إن الجو برضه ما زال حر زيادة عن اللزوم، يبقى هنسيبها لحد بالليل زي ما أنا عامل الوقت كده. لحد دلوقتي رغم إن إحنا بقينا بالليل أهو، ومع ذلك الفراخ لحد دلوقتي مش قادرة تتنفس ومش قادرة تمشي بطبيعتها. معنى كده إن الحر لحد دلوقتي ما صرفش، والفراخ درجة الحرارة بتاعة طول النهار مأثرة عليها. يبقى ما ينفعش إن إحنا نحط أكل
ابدا لحد ما الجو يرخي شويه، الحراره تهدى شويه. لما يبتدي يبقى فيه نسمه هواء في المكان، ببتدي ان انا انزل العلف بتاعي وانزل العلاج بتاعي. هو في علاج عمر 12 يوم، ايوه في علاج الكوكسيديا هيتحط من عمر 10 ايام ل 14 يوم، هوريه لكم دلوقتي. بس انا الاول بعرفك احنا عملنا ايه مع الفراخ ديت عشان ربنا يبارك ما يحصلش معانا مشكله. التهويات طبعا بتاعتك كلها مفتحه، الشبابيك لازم تكون كلها مفتحه. ادي شباك اهو، الشباك كله مفتوح تمام، والشباك الثاني كله مفتوح نهار وليل، حتى لو كتاكيت صغيره، حتى لو كتاكيت صغيره. ودايما نغير الميه طول النهار بميه فتره، ميه ساعه من الحنفيه. يعني لو كانت السقايه اللي عندك 4 لتر او 8 لتر، ما تملاش السقايه لاخرها، املى نص السقايه بس، بحيث نخلص بدري بدري ونغير الميه من قدام الفراخ على طول. لان لو سبناها هتسخن. مفيش فيها اي مشكله ان انت تشغل مروحه ما دام المروحه دي على العالي او انت حاططها على كرسي او الكلام ده. وادي يا جماعه المروحه اهي شغاله على الفراخ، المروحه شغاله ومتوجهه للفراخ طول النهار لحد دلوقتي. انا الساعه 8 يوم معديه الساعه 8 لحد دلوقتي المروحه شغاله مفيش اي مشكله. ننزل بقى يا جماعه العلف بتاعنا قدام الفراخ عشان الفراخ تاكل. الجو الحمد لله الوقت احسن، في نسمه هواء، الدنيا بدات ان هي تظبط، درجه الحراره بدات تنزل معايا. درجه الحراره زي ما قلنا كانت عامله 43، شايفين درجه الحراره دلوقتي في الميزان عامله كام؟ عامله دلوقتي 32 33، هي بدات ان هي تنزل شويه. طبعا هي عاليه بالنسبه لفرخ عمر 12 يوم، يعني انا عاوز درجه الحراره دلوقتي 28، فهي لسه هتنزل تاني ان شاء الله. فالدنيا عندنا الحمد لله بقت تمام. ننزل بقى العلف بتاعنا قدام الفراخ. شايفين يا جماعه الوقت انتشار الفراخ على العلف عامل ازاي؟ لان الفرخ قاعد طول النهار ما اكلش، طبعا دي حاجه غصب عننا. حتى لو بجوع ما بجوعش المده دي كلها، انا بجوع ساعه ساعتين بس. لكن لو الجو حر لازم نجوع طول النهار عادي، ما عندناش مشكله. فبتلاقي الفراخ بتاعتك طبعا اللي جعانه طول النهار دي كلها هجمت على الاكل زي ما انتم شايفين كده. تعالوا كده نقرب عشان نشوف الفراخ وهي بتسحب في الاكل. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ما فيش ولا فرخ ما بياكلش، الفراخ كلها بتاكل. وده الحمد لله لان احنا لحقنا العمليه زي ما قلنا طول النهار. الجو حر مفيش حاجه اسمها اكل، ميه بس، ميه ساعه بس، والمروحه شغاله. فالوقت الفراخ كلها الحمد لله تمام، ما عندناش حاجه لا قدر الله، مفيش نافق، مفيش حاجه ماتت ولا الكلام ده من حراره الجو العاليه دي. والفراخ كلها قامت اتحركت معانا وبتاكل اهي، مفيش اي مشكله تمام. عشان نحافظ على الفراخ بتاعتنا حتى لو الفراخ اتاخرت شويه في الدوره، يعني احنا بنقول ان الدوره بتبقى 35 يوم مثلا. لو الفراخ بتاعتنا اتأخرت شوية عشان تجيب معانا أوزان وفضلت وصلت ل 40 يوم عادي مفيش مشكلة، بس أفضل من إن الفراخ بتاعتنا تنفق أو تموت بسبب حرارة الجو الزيادة. نكمل بقى مع بعض يا جماعة النظام اللي إحنا بنمشي عليه. بداية من عمر 10 أيام، أنا زي ما قلت لكم الفراخ اللي قدامكم دي النهاردة 12 يوم. بداية من عمر ال 10 أيام ولحد عمر 13 يوم، يعني 4 أيام متواصل بنشتغل بعلاج اسمه علاج الكوكسيديا. علاج الكوكسيديا ده مهم جدا جدا للفراخ عشان يحافظ على الفراخ بتاعتك ان ما يجيلهاش كوكسيديا. الكوكسيديا دي يا جماعه طفيل او بكتيريا من ارخم ما يكون. ساعه ما بتدخل على الفراخ بتبهدل الفراخ اخر بهدله، تلاقي الفراخ عندك بتنشف وبتكش بتموت، بيحصل عندك نافق. الاخراجات شكلها مش كويس، ماهيش مكوزه زي الطبيعي، ماهيش لون العلف، بتلاقيها ملونه حمراء صفراء بيضه، الكلام ده كله. فالكوكسيديا بكتيريا بتهدر معايا جامد جدا في الفراخ، ممكن تعمل معايا نافق، وممكن حتى لو ما عملتش نافق تقلل معايا الاوزان تمام. فعلى ايه احنا لازم نهتم جدا بعلاج الكوكسيديا. بالنسبه للشباب اللي شغالين في الموضوع وعاملينه مصلحه تجاره او حاجه يسترزقوا منها ما عندناش مشكله، لما بنقول له اعمل حاجه بيعملها. المشكله دايما بتبقى عندك ايه؟ في ست الكل اللي لما تقول لها حط العلاج كذا تقول لك لا انا ما بحبش احط العلاج. لا، اهتم جدا بعلاج الكوكسيديا الله يبارك لك. علاج الكوكسيديا بيحافظ على الفرخ بتاعك يمشي معاكي تمام، ولا اسهالات ولا كشاشان ولا اي حاجه من الكلام ده. وبعدين علاج الكوكسيديا ده ممكن تروح للبيطري بتجيب شويه بودره حاجه كده ايه على قد الفراخ. يعني لو عندي 10 فرخات 20 30 ممكن اجيب كيس ب 20 جنيه، واي نعم على قد الحال ما هوش حاجه عاليه جدا، بس عادي هتجيب معايا باذن الله احسن من ان انا ما احطش خالص تمام. بالنسبه بقى للكميات الكبيره دايما ما تجيبش الا افضل حاجه واعلى حاجه للكوكسيديا، لان المرض ده زي ما قلت لكم مرض رخم وبيأثر على الفراخ وبيقلل معايا اوزان الفراخ.
وعشان تبقوا عارفين الانواع اللي موجوده في السوق، انا جايب لكم حاجات كده يعني على سبيل المثال، يعني حاجه زي كده، حاجه اسمها ايه، موركوكس. في كمان كيس تاني اهو اسمه انتينال، ده 20 جرام تقريبا او 30 جرام، برضه هتلاقيه موجود عند اي بيطري. وفي نوع تاني كمان اسمه نيو سلفا برول، اهو نيو سلفا برول. في اكتر من نوع يعني، مش بس الحاجات اللي معايا دي، في حاجه اسمها سلفا ماكس، في امبرو ماكس، في حاجات كتيره جدا جدا، في حاجه تانيه اسمها كوكس كيور. المهم ان انت تجيب علاج الكوكسيديا، حتى لو جبت الاكياس الجاهزه دي مفيش اي مشكله ان شاء الله تجيب معاك، تمام. دي بتبقى تركيبه على بعضها شويه مضادات للكوكسيديا، بتجيب معانا نتيجه عاليه باذن الله. قبل ما تحط علاج الكوكسيديا لازم تكون معطش الفراخ شويه، زي ما انا عامل دلوقتي حاليا، انا شلت الميه من قدام الفراخ اهو عشان انزل العلاج، تمام. طيب لو كان الجو حر زي النهارده، والجو حر فعلا زياده عن اللزوم، ما تنزلش العلاج بالنهار، خليك ذكي في الحته دي، نزله العلاج بتاعنا بالليل، لان احنا محتاجين ان الفراخ بتاعتنا تشرب طول النهار. فانا ازاي عاوز الفراخ تشرب طول النهار ميه واروح احط علاج في الميه؟ دايما معروف ان سحب الفراخ في الميه لما بيكون فيها علاج بيبقى اقل من سحب الميه العاديه. فانا عشان كده بلاش ان انا احط اي علاجات بالنهار، خلينا نحط العلاج بتاعنا بالليل افضل، في الايام اللي فيها موجة حر زي اللي احنا شايفينها النهارده دي. فاحنا حاليا بالليل اهو هنحط علاج الكوكسيديا بتاعنا ان شاء الله. طيب هل انا جايب كيس من الاكياس الجاهزه دي؟ لا، انا عامل تركيبه عندي دي يا جماعه. التركيبه اللي انا عاملها ايه، طبعا هي بتبقى نفس الاكياس الجاهزه. فانا هحط من التركيبه اللي قدامك دي 3 معالق على السقايه اللي هي ال4 لتر، لان ده اكتر من نوع على بعض. 3 معالق على السقايه ال4 لتر، تمام كده. هنحط بقى العلاج بتاعنا وننزل الميه قدام الفراخ عشان تشرب ان شاء الله. حطيت 3 معالق على السقايه، هقلب بقى كويس جدا وبعدين انزلها قدام الفراخ. نزلنا يا جماعه الميه بالعلاج قدام الفراخ اهي، والفراخ ما شاء الله كلها بعد ما اكلت راحت على الميه عشان تشرب الميه بالعلاج بتاعنا. طبعا انتوا لسه سامعين صوت وش اللي هو بتاع المروحه، انا لسه مشغل المروحه لحد دلوقتي. خلاص هفصلها، الجو الحمد لله بدأ ان هو يتحسن. خلاص فصلنا المروحه كده افضل، درجه الحراره في المكان بدأت ان هي تهدى. الفراخ ماشيه معانا الحمد لله تمام، والحمد لله عدى معانا النهارده يوم حر جدا، وامبارح واول 3 ايام. خلال ال3 ايام دول انا ماشي بنفس النظام، مفيش علف طول النهار من الظهر لحد اخر النهار. طول النهار بغير الميه بتاعتي بميه ساقعه عشان ما اعملش مشاكل مع الفراخ. الفراخ لو شربت ميه سخنه مع حراره الجو العاليه دي ما بتخفضش درجه الحراره، الميه الساقعه هي اللي بتخفض درجه الحراره. طيب ميه ساقعه جامد، لا، في ناس بتقول لك احط مكعبات تلج، مفيش مشكله، بس تكون مكعبات قليله مع كميه الميه اللي انت بتحطها. ما تحطش مكعب تلج كبير يجرح معاك صدر الفرخ وتلاقيه عمل لك مشاكل تنفسي بعد كده، تمام. بالنسبه بقى للتوسعه من عمر 10 ايام، انا كنت قايل لكم في الفيديو اللي فات عمر 9 ايام ان انا خلاص هوسع. من عمر 10 ايام وسعت زي ما انتم شايفين المكان بتاعي اهو. شلت التحضينه اللي انا كنت عاملها بالطوب دي، شلتها خالص، ووسعت المكان زي ما انتم شايفين عشان الفراخ تيجي معايا. احنا بنوسع يا جماعه مش لما الفرخ يزيد، لا، احنا بنوسع عشان الفرخ يزيد. طول ما انت بتدي للفرخ بتاعك براح، بتدي له مساحه ان هو يجري ويتحرك معاك، تلاقي الفرخ جاي معاك زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الاوزان قدامكم اهي حاجه فوق الممتاز. فاحنا كل لما الفرخ بيكبر معانا شويه بنوسع له عشان يرمي معانا اعلى، يرمي معانا وزن اعلى. الحاجه التانيه كمان الفرشه بتاعتك لازم كل ما تدخل تتقلب. طب احنا قلنا الجو حر بالنهار عادي ما فيش مشكله، قبل ما بتنزل العلف والميه قلب الفرشه بتاعتك بالليل، ما تقلبش بالنهار. يبقى حتى لو مش هقلب بالنهار قلب اخر النهار عادي. وكده كده انت مفتح التهويات، فكده كده قلب مفيش مشكله، ولا في عفره ولا في حاجه، الشباك مفتوح والباب مفتوح، مش هيبقى عندك اي مشكله باذن الله. يبقى احنا بنقلب الفرشه بتاعتنا زي ما احنا، ما عندناش مشاكل. تهويه طول النهار على وسعه، وحتى بالليل ما تلمش التهويات على الفراخ ما دام الجو حر. الشبابيك الاتنين عندي مفتحين، الباب مفتوح. درجه الحراره بتاعتك المفروض النهارده عمر 12 يوم درجة الحرارة تكون 28، ومع ذلك درجة الحرارة بالنهار عاملة 43، وحاليا دلوقتي عاملة 32 ونزلت لل30 اهي. يعني اصلا درجة الحرارة بتاعت الجو دلوقتي اعلى من درجة الحرارة اللي انت محتاجها. طبعا الفراخ قدامكم اهي، الاوزان ما شاء الله فوق الممتازة. فعرفونا كده بقى في التعليقات لو عاوزين نوزن الفيديو الجاي اللي هو يبقى على عمر 15 يوم ان شاء الله نوزن. لو عاوزين نستنى لعمر 20 يوم نوزن الفراخ على عمر 20 يوم ان شاء الله.
ونقول لكم الاوزان بتاعتنا عامله ايه. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.